الحرب النفسية يعني يترد عليها بالحقائق. يعني كم واحد يعرف مثلا اللي قاله بن غوريون ده؟ دي مفروض في كل نشرة أخبار أجيب كده بن غوريون قال يا جماعة، وهو أول رئيس وزراء الإسرائيل، قال قوتنا ليست في سلاحنا النووي، قوتنا في تفتيت ثلاث دول كبيرة حوالين وبالترتيب العراق سوريا مصر إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية، ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر لمح. اكتبها، علم العيال اللي طالعة دي اللي مش فاهم حاجة لا عن تاريخ ولا الكلام ده كله. احكي لهم اللي بيعملوا ده، احكي لهم ازاي ان بلد زي امريكا لعبة في ايدين الصهيونية العالمية. اكتب لهم وعرفهم ليل ونهار في مدارسهم وفي كتبهم وكرارسهم اللي قاله هربرت سبنسر عضو الكونجرس المسيحي لما طلع يقول جملة حق وقال يا جماعة إن اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا في هذا البلد إلا أن نغير اسم نيويورك إلى جو يورك. وفعلا نيويورك 8 مليون، 5 مليون يهودي فيها. الهاي كورت في أمريكا 7 يهود منها. بنيامين فرانكلين من 70-80 سنة فاتت لما لقى اليهود بيدخلوا ولادهم في الجهاز محاميين والى اخره، قال خراب امريكا سوف يكون على ايدين اليهود. عرفهم ازاي ان امريكا بعظمتها دي كلها لعبه في ايدين الصهيونيه العالميه، وان الصهيونيه العالميه بتعمل لحساب اسرائيل عشان تبقى من النيل للفرات، عشان انت تبقى عبد ذليل لاسرائيل بعد كده، تبقى جاليه مصريه في بلدك مصر. افهم يا غبي.